والله طلبة 25 26 الناس بتذم فيهم كتير، يعني المدرسين كلهم بيذموا فيهم ان هم عندهم، هنسميه كده. انا لو طلعت السماعه قلت له دكتور احمد انا مزنوق في حصه عشان في شغل في الجمعيه، تفتح لي القاعه يقول لك هات القاعه هات الطلبه حصه واحده وهتمشي تاني، مش مهم. لقيتهم بيشتروا بالكيلو ورق بالكيلو. بتعملوا ايه بالكيلو ورق؟ بيكتب عليه كلهم دكاتره يا محمد، ما شاء والله الله. العظيم ثلاثه، خالد وابراهيم خميس كله بيكتب. الولد صبعه وارم من الكتابه. انا قمت الفجر قمت اهو، قول لي حاجه اعملها. في اسئله في منتهى الغباوه تخلي شعري يطلع من الغيظ. لسه المساعدين بتوعنا كل سنه بطلع 3 4 مساعدين يشتغلوا ما شاء الله. كل سنه، وتبقى دي صدقه علم جاريه. المدرس اللي طلع ده شرب السيد عبد الرحيم، عرف بتعامل ازاي، ما بتنرفزش في الحصه. يعني انا مش من النوع اللي بزهق من الاسئله. اهلا بيك يا حبيبي. لا ما تاخدش في بالك، ده لوك جديد كده وديكور وحركات بنتست على فيديو، ممكن لو نجح ينزل على الجمعه الجايه. بس انا مش طالع اكلمك على الفيديو اللي لسه هينزل الجمعه الجايه، لا لا. بص انا عايز اشاركك فرحتي واقول لك اهلا بيك في الموسم الثاني من بودكاست متغير. صراحه يعني كان بعد طول انتظار اخدت الخطوه الحمد لله والنحس اتفك، واحسن واحد نبدا بيه الموسم الثاني هو مستر سيد عبد الرحيم، وكما يقال عنه الاب الروحي لمدرسي اللغه العربيه. يعني انا الحلقه دي اصلا كان المفروض مترتب لها من سنتين، من ايام الموسم الاول، بس حصل ظروف وقعدنا ناجل لحد ما التصوير وقف اصلا، وانا وقفت خالص يعني. بس الحمد لله اهو رجعنا وبدانا بيه الموسم الثاني، وبصراحه مفيش احسن من كده بصراحه بدايه. يعني مش هطول عليكم واسيبكم تستمتعوا مع المستر، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه، وان شاء الله الحلقات الجايه كلها تبقى حلوه. بس خش على الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ حبيبي ايه ابني الاخبار؟ ابني محمد. انا احب ارحب بيك في الموسم الثاني من بودكاست الموسم متغير. التاني الموسم الموسم الثاني الاول كان مع مين؟ كان مع نخبه من المدرسين. حسام خليل. انت عارف انا حاجز معاك الحلقه دي من امتى؟ من امتى؟ من سنتين. لا يا راجل. والله العظيم. وعملنا الحصه السنه اللي فاتت عملناها. لا كان في سنه كمان قبلها، قعدت اتحايل عليك يا مستر تعالى، والله تقول لي انا معلش والله انا انا محمد انا بحب قعدتك والله. حبيبي يا مستر، الله يخليك. ده دوق حبيبي. اهلا بيكم يا جماعه، منورنا في البودكاست. طبعا بعد غياب سنتين رجعنا تاني الموسم الثاني. احسن حد نبدا بيه الموسم الثاني هو استاذنا الاب الروحي لمدرسي اللغه العربيه مستر سيد عبد الرحيم. عامل ايه يا مستر؟ حبيبي حبيبي يا ايه محمد. اخبارك؟ كله مية مية. كله زي الفل. زي الفل. كل سنه وحضرتك طيب. ايه حكايه الفيديو بتاع مأواهم ومسموم قلب الفيسبوك؟ ايه القصه دي؟ القصه دي انا كنت بصور الحصه، فانت قلت لي انا في غلط ولغط، غلط ولغط. اه فقلت اعمل لك بوست. قلت لي لا البوست مش مقنع يا استاذ، فاعمل لنا حته كده دقيقتين. امم ف فانا طبعا قلتها من غير، يعني انت قلت لي طلب عملت لك الفيديو على طول فطلع كويس. يعني في ناس ياما بعتت لي قالت لي كويس والله الفيديو ده يعني وضح لنا صوره. وعيل قال لي انا كنت بهرب من الاجابه على كده. امم دلوقتي انا خلاص مش ههرب ولا حاجه، ما ايه واضحه. ده راجع لقله فقه بالدين، قله علم بالدين. قله قرايه اه يعني هي معجزه، ده ايه في القران. صح، بس يعني الناس الواحد ناسيه. الناس ناسيه. هي لكن هي مش حاجه يعني جامده، يعني اه حاجه بس الواحد ما بياخدش باله. هي الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو، قصة الفيديو ان الناس بقالها فترة يعني بتتلخبط ما بين مأواهم ومثواهم. بيقول لك مأواهم دي للناس اللي داخلة الجنة بس، ما ينفعش تقولها الناس اللي داخلة النار، ومثواهم دي للناس اللي داخلة النار هي بس. اصلا هي اصلا المثوى معناها الاقامه، مم. دار القرار والاستقرار. مم. يعني انه ربي احسن مثواي. سيدنا عيسى سيدنا يوسف قال كده. فالمثوى هي الاقامه والاستقرار. فالجنه أليس في جهنم مثوى للكافرين. هو قالها برضو في آية جديدة اهي. صح. فهي الشرط. قال الاثنين تمام. طيب خلينا دلوقتي نسأل سؤال. لو حد ما يعرفكش خالص وأول مرة يشوفك، تحب تعرفه نفسك ازاي؟ أعرف نفسي إزاي؟ السيد عبد الرحيم، ليسانس آداب وتربية، جامعة اسكندرية لغة عربية. تعينت سنة 1993. ما شاء الله. اتعينت، بس اتعينت يعني أنا من الناس اللي الحمد لله القليلين اتعينوا إعدادي شهور معدودة. أنا زي حسن النجار كده شهور معدودة. يعني أنا خدت لي في الإعدادي بالظبط 6 شهور، والحمد لله سبقت دفعتي يمكن ب 14 سنة. 6 شهور وطلعت ثانوي على طول، ثانوي أول زراعة، وبعد كده تجاري، وطلعت ثانوي عام على طول. مم. فدفعتي بقى بلطت في الإعدادية.
فنام في الخط في الاعدادي خد على الشغل السهل. مم. لكن انا عشان طلعت ثانوي بدري فواجهت طلبه يمكن اكبر مني جسما، وفي ناس يعني، وانا كنت لسه صغير في الوقت ده. فطلعت الثانوي دي بدري جدا، ساعدتني بصراحه وكانت مدرسه جمال عبد الناصر كمان من صغري وانا شغال فيها. فدي ادتني الحمد لله خبره كويسه. دلوقتي بقى لي 33 سنه. ما شاء انت الله. قلت الاب اروح للمدرسين، هم عيالي، هم كلهم عيالي. انا اكبرهم سنا في اسكندريه انا، بس كلهم صحابي وعيالي. حضرتك كبير سن ومقام طبعا. الله ربنا يخليك، يخليك. الله يخليك. هل اللغة العربية حضرتك دخلت في المسار ده حبا فيه، ولا حاجة كنت واعي فعلا ان انا عايز لغة عربية، ولا مين زرعه في حضرتك؟ هي اللغه اصلا كنت يعني كنت بحفظ قران يمكن من ثالثه ثانوي او من ثانيه ثانوي. اللغه العربيه جات لي فكره ايه، ان انا دخلت التربيه. انت عارف الادبي، مم. نتكلمه بصراحه شويه، الادبي بقى كلياته محدوده. اه. يعني في واحد ادبي مثلا جايب لغه اليومين دول 87%، هيخش ايه؟ يخش اقتصاد وعلوم سياسيه، يقول لك عايزه وسايط في الشغل، عايزه مش عارف إيه، عايزه معارف. اخش سياحه فلان ماليش فيها. تبص للادبي كده حضرتك مفيش بتتكلم على الله. مجاميع النهارده ولا مجاميع زمان؟ ايه؟ مجاميع لا، النهارده. مجاميع دلوقتي اه. بتكلم دلوقتي بلغه 87% مثلا، في الادبي بتبقى حلوه، بس الادبي غلبان. العلمي قدامه كل كليات العلمي وقدامه كليات الادبي. مم. يعني انت ممكن مثلا تكون علم رياضه، قدامك كل مجالات الرياضه والهندسه والذكاء الاصطناعي وكل ده، وفي نفس اللحظه قدامك تجاره واداب وتربيه. لكن الادبي ما قداموش الكليات العلميه. فالادبي محدود، تربيه تجاره اداب. فانا دخلت تربيه. فلما دخلت تربيه كان اول قسم بصراحه اللغه العربيه. قلت يا اللغه العربيه التاريخ، انا بحب التاريخ قوي، اه. انا متفوق فيه اساسا. ايوه. يعني زمان كنت مسجل التاريخ على شريط ايام الكاسيت بقى، من ايام الكاسيت صوتك على بصوتي. شركة. الخص الفصل. ودي نصيحه للطلاب، مفيش مذاكره من غير تلخيص، مم. مفيش مذاكره من غير صوت عالي. مم. لو مذاكره من غير تلخيص وصوت عالي هيحصل نسيان وسرحان. يعني لو عايز انا بقول للعيال دلوقتي ايه، لسه قايل لهم الاسبوع ده في القاعات، وقلت لهم هنذاكر بطريقه الثمانينات. انا الثمانينات وانتوا الجيل الجديد هنذاكر. قالوا ازاي يا استاذ طريقه الثمانينات دي؟ قلت لهم مفيش عيني بتيجي على صفحه الا والخصها واقولها بصوت عالي. كده هيضمن حاجتين: ما انساش وما اسرحش. مم. لان لو هقعد اقرا كده 50 مليون فكره هتيجي في دماغي، خصوصا كشباب في مرحله مراهقه عنده تخيلات ياما. 50 مليون فكره هتجيله، هتضيع له الوقت. ممكن اقعد 3 4 5 ساعات وما اطلعش بحاجه. فانا في التربيه قلت يا تاريخ يا لغه عربيه. مم. وبعد كده لقيت اللغه العربيه كسبت ليه ترتبط بالقران اكتر. فاللغه العربيه هي من المواد الحلوه. بس انا عشان حبي فيها بقى ما اكتفيتش بالكليه بقى. يعني حفظ الألفية أنا اللي ملحنه مع نفسي. ايوه. حفظ القرآن مع أكتر من شيخ، لا الله يرحمه الشيخ علي الرحال، ما شاء الله. وربنا يديله الصحة، لا. الشيخ حسن كامل البنا، والشيخ حسن سعيد السكندري. أنا قريت على إيد ناس ياما، من الناس دي استفدت استفادة كبيرة جدا في اللغة. يعني عشان كده الواحد عنده أرضية كويسة. يعني مدرس اللغة العربية اللي هو بتاع اليومين دول الحديث، ارضيته ضعيفه شويه، لازم يجمدها. لازم يقرا كتاب قديم. مم. يعني انت قريت ايه كتاب قديم؟ قريت مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ولا شذور الذهب في معرفه كلام العرب، ولا قطر الندى وبل الصدى، ولا اوضح المسالك لألفية ابن مالك؟ انهي كتاب من دول انت قريته كمدرس حديث؟ اقول لك مفيش. انا ممكن معلومتي من الكتاب الخارجي بس، لا. مم. انا كنت عامل سياسه لنفسي. انهي كتاب قديم هذاكره كويس جدا، وانهي كتاب حديث هذاكره كويس جدا. فوقع عيني في الكتاب الحديث على اعظم كتاب نحو في رايي، اسمه النحو الوافي للدكتور عباس حسن، رئيس قسم اللغه العربيه في دار العلوم، في كليه دار العلوم. انا تربيه بس بقى دار العلوم قويه جدا في اللغه. فالنحو الوافي اساس، والالفيه اساس، وشويه بقى ايه الكتب الصغيره اللي انا قلتها دي. فدي نصيحه برضو للمدرسين الجداد اللي هم طالعين، لازم يقرا كتاب قديم. لازم، مش هقول له يحفظ القرآن، لازم يحفظ جزء قرآن بالتجويد. ليه التجويد؟ لأن بيقوم اللسان. مم. يعني واحد بيقرأ وبقه ثابت. أنا عندنا ابن الجزرية قال ايه في المتن بتاعه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصل، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ليس بينك وبين التجويد إلا رياضة بتعملها ببقك. الرياضة اللي بتعملها ببقك دي
هي اللي بتخليك تجود. يعني تقول خلق الموت والحياه، بص لا قا، البق لو خد وضع واحد هقول لك لا. بص الله دي ما عندناش لا في اللغه العربيه. طب لو خد الفتح ده، خد الوضع ده لا كا، هتيجي كا، القاف هتيجي كا. صح. شوف الجزريه بيقول لك ايه، وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. ده رايق قوي. فانا بقول ايه، لا قا، بص البق رايح جاي. تخيل بقى في الايات اللي بتقول دي البق في ورشه عمل شغاله جوه في البق، ورشه عمل. فانا بقول له ايه، ما تحفظ يا اخي جزء بالتجويد، هيقوم لسانك، تعرف تقرا اشعار عنتره، تعرف تقرا الشعر للطلبه بطريقه صح. يعني الطالب في الفصل لو مش هيسمع منك انت اللغه الصحيحه، هيسمعها من مين؟ صح. بيسمع مهرجانات، هو خلينا واقعيين، بيسمع غنى ومهرجانات وبتاع. طب انت فين تاثيرك لو مش هيسمع منك ايه صحيحه او بيت شعر صحيح يمكن ياثر فيه؟ هيسمع ايه؟ يعني لما قابلني مثلا عيل من 20 سنه دكتور، وقابلني يقول لي ويفكرني ببيت انا قلته مثلا في الالفيه ويسمع لي حروف الجر، ده مش تاثير ده في الطالب؟ 20 سنه فاكر بيت اتقال عشان النغمه عجبته، لازم معاه البيت ده او نص معين او كلمه انا نسيتها وهو مش ناسيها. يعني الكلمه بتحرك ايه؟ بتحرك انسان. هو ما شاء الله يعني المستر خلص نص الاسئله اللي انا محضرها في الحلقه. مستر انت اديتي فرصه. بس انا لا بس انت طبعا دقدوق، انت تغلب. لا ما شاء الله يا مستر، قول براحتك طبعا. لا الله يخليك. بس كده الحلقه خلاص يعني. المفروض اختم ولا اعمل ايه؟ طبعا مدرسين التاريخ خسروا كتير، مجال التاريخ خسر كتير لما حاجه اخترت لغه عربيه للاسف يعني. والله بحب التاريخ قوي، بحب مصطفى عرف واحمد الباشا، وانت عارف بقى زمايلنا الجمال دول ما شاء الله عليهم. الحمد لله. طيب ما ممكن نعمل لك محتوى جانبي كده في في القناه عند طيب. حضرتك؟ طب لما اه اخد بقى راي وليد العربي بقى وليد العربي تاريخ بقى المؤرخات، اشوفها عنده ايه المراجع اللي يديها لي. هنتكلم كده، نحكي ماشي، خليه عندك في الحسبان ويسيب تبقى عندك. فين القهوه بتاعت المستر؟ تشرب ايه؟ قهوه. اصل انا مش كيف قهوه بس بحب اشربها زياده. طالما مش كيف، اصلك تعرف ان مش كيف ايه لما يشرب القهوه زياده، اه لكن الكيف يشربها على الريحه. لا، على الريحه مظبوط ساده، لكن طالما قلت قهوه زياده تعرف انها مش كيف، مش كيف قهوه. كده مستر حسام خيري بيشرب سكتو ساده خالص. ما ده هو يبقى كده كيف، يصنف ايه؟ يبقى حسام كده. كيف يعني، تعرف حسام خليل. ماشي. نتكلم في شويه بقى بره المجال بتاع التدريس شويه. بما ان البودكاست اسمه متغير، ايه اكتر فتره حسيت فيها انك اتغيرت فيها كشخص يعني، وايه السبب؟ اكتر فتره حسيت اني غيرت فيها كشخص، يمكن بعد ما عديت ال 40. مم. حتى احنا عندنا ايه يقول لك حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 عاما. قال ربي اوزعني. حسيت ان ايه، خلاص انت دلوقتي الرحله بتنطوي. انت سن الشباب ده، ايه اللي بعد الشباب؟ الشيخوخه. يعني يجي يقول لك ايه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. اللي بعد القوه عندنا البارود يقول لك ايه، لكل السؤال ده حلو على فكره، جميل يا محمد بصراحه. ما انت تقول لي اسئله ربنا خلصت ايه بس. ربنا يبارك في عمرك. ده سؤال جميل واول مره اتسال انا السؤال ده. فالبارودي حتى يقول لك وكل شيء اذا ما تم نقصان. فانت بعد سن ال 40 تحس ان انت ايه، ليك نظره اتغيرت في الشغل. يعني مثلا بعد سن ال 40 ما بقتش ده كابس على الشغل بصدري كده، خدت مثلا يومين اجازه رغم ضغط الشغل والسناتر اللي طلباني، مش يومين اجازه. قابل فلان يقول له انا سبت وحد اجازه، ما بقاش بحب اشتغل الجمعه، مم. فسبت وحد اجازه خالص مهما كانت المغريات الشغل. سبت كده مع نفسي وتحضيرات وكده، والحد للعيله والبيت الصغير وكده. فالفتره دي حسيت ان لازم الواحد ايه، يعني بلغتنا احنا يتلم كده شويه ويستقيم كده ويعرف طبيعه الحياه ويشكر النعم. لان احنا عندنا عاده وحشه، انت مش بتعرف قيمه النعمه غير لما تفقدها. طب ما ينفعش تعرف قيمه النعمه وتشكرها وهي موجوده. يعني الحته دي لازم تكون عند الانسان. وانا لازم مثلا افقد مثلا لا قدر الله رجلي عشان اعرف قيمتها، الايد. بعد الشر. الحته دي مهمه قوي، ان انت تعرف ان ايه، ان وتلك الايام نداولها بين الناس، ما تبقاش مزهزه معاك وانت فتنسى. مم. فالنقطه دي بعد ال 40 حسيت بان انا بتغير فعلا،
وفي الغالب بتغير للاحسن يعني. ان شاء الحمد الله لله. دايما يا رب دايما. طب هل شغلك كمدرس ساعدك اللي انت تتغير، ولا العكس اثر عليك بالسلب؟ والله شغلانة التدريس دي شغلانة صعبة، وبتخلي الإنسان على طول إيه ستاند باي كده على طول. لا بس هقول لك يعني إيه، الإنسان هو اللي بيتحكم برضه. مهما كان الإنسان هو اللي بيتحكم في الوقت، وبيتحكم في طبيعته، في أهدافه. فأنا شايف التدريس مهنة فوق الروعة، يعني بتساعدني في حاجات كتير. يعني انت لما تلاقي ناس مثلا ايه بتكلمك مثلا من نوتنجهام من انجلترا، ناس بتكلمك مثلا مش عارف من جوتنبرج فين في كان السويد، أو كانوا يقول لك طلبة انا مهندس، كانوا انا طلبة دكتور شغال هناك. اه. تملي المهندسين في المانيا والدكاتره في انجلترا، امم. لان الدولتين دول ايوه بيهتموا، ومش هيلاقوا احسن من المصريين. يعني انت امم. عندك اكتر يمكن 600 700 الف طبيب في انجلترا، صحيح مهندسين حوالي 300 الف مهندس. انا اعرف ناس من واكتر طلابي واكتر. كده واكتر، مم. هم اللي قايم عليهم الدول دي. دولة. فبصراحه فتحس ان المصريين دول شعب جبار ما شاء الله عليهم. يقول لك الاجيال اللي طالعه دي اجيال وحشه. مين قال؟ هي بس بيتقدم لهم حاجات غير لائقه. لو تقدم لهم حاجات لائقه، لا، الشعب المصري مميز في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضه، مميزين جدا كمان. يعني انت هات لي عالم عربي كده غير مصري مسمع. نوادر. نوادر. انت قلت ممكن احنا ما نعرفش اسامي، بس في الفنون، في كل حاجه تتخيل، يعني في اي حاجه تتخيلها آه، شعب جبار. هي في ريادة عندنا يعني، في رياده. ريادة. هات لي اسامي قراء قران كريم، هتلاقي عبد الباسط والحصري والمنشاوي والبنا، هتلاقي ده. حتى يعني لو قلنا المطربين هتلاقي عبد الحليم وام كلثوم، هتلاقي في كل مجال في اللي سادد السادات جامد ما فيش زيهم. صح. فشعب غريب، شعب كتير فعلا. والله شعب غريب. انا فهمت من كلامك ان التدريس هي رسالة، يعني مش مجرد وظيفة وخلاص، لان الاجيال الجديدة طبعا واخدين. انا اقول لك حاجه يا محمد بصراحه يعني، ودي مش يعني ايه، مش مثاليه، لا. انا عمري في حياتي ما اتفقت، يعني حتى في سناتر انا نزلت اشتغل اولى وتانية، عمري ما اتفقت على نسبه شغل، نسبه، يعني حق في ايه. عمري في حياتي مم. ما ناقشت سنتر في، لو هو اللي بيصل بيحصل فلوس، ما قلت له الظرف ده فيه كام، ولا ناقص ايه، ولا انا حسابي ايه، ولا السنتر حسابه ايه. انا عمري في حياتي ما اتكلمت في حاجه زي كده. و... وعمري في حياتي ما فكرت من الناحيه الماديه. يعني من الناحيه الماديه المجموعه ممكن تكون عدد رهيب، بس انا شايف ان في ناس ما تستحقش تقعد قدامي. فبس مش ما بصفيش حد، بس بزنق عليهم في الواجبات، بزنق في هو من الامتحانات. نفسه اتكل على هو الله. من نفسه يتكل على الله، يروح ايه، الله يسهله بعيد عني، لان طول ما هو قدامي انا شايل همه، عايزه يبقى حاجه، عايزه يبقى حاجه لنفسه، لان هو باصص تحت رجله، مسؤولية لكن انا فوق. باصص قدامي في شيء مسؤوليه اسره. مم. فانا بصراحه انا عمري في حياتي، حتى وانا طالب في كليه التربيه، عمري ما تخيلت ان انا يعني ايه، ان انا هشتغل مثلا، همسك فلوس من الشغلانه دي وهشتغل وهعمل. عمري في حياتي ما فكرت في كده، انا ولا مش المجموعه تبقى كذا آه. واضرب في كذا. عمري في حياتي ما فكرت في كده. انا مش متخيل مستر سيد لما كان طالع في الجامعة كان عامل ازاي. كنت الله. على دفعتي كانت دفعه اسمها الدفعه بتاعتنا كانوا بيسموها الدفعه الذهبيه، حتى عاملين صفحه على الماسنجر، الدفعه الذهبيه. كان مجروم. دفعتي حلوه قوي. اه يعني دفعتي حلوه قوي. ف بس بقى ايه، ساعات واحد يقابلني في الدفعه يقول لي: ولا سيد انت كنت عادي في الكليه، يعني سمعت ليه في الشغل كده؟ قلت له يعني هي مش طبعا هي اولا واخيرا ارزاق، ثانيا يعني كل واحد بيجتهد في حاجه معينه. هو اولا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، بس الاجتهاد في الشغل هو برضو بيبقى عامل مهم، ان انت تشتغل على نفسك كويس قوي، وتحاول تلوم نفسك في حاجات انت اخطأت فيها. يعني اول مجموعه انا اشتغلت قلبتني كلها. ازاي؟ اول مجموعه كانت ثالثه اعدادي، قلبتني كلها، رحت ما لقيتش حد في البيت. ليه؟ لان هم ثالثه اعدادي، فانا لسه اول مره ادرس بقى، فانا ليا رؤيه. اه. قلت ما ادخلش في المنهج دلوقتي، اديهم حته تاسيس. ها، حته تاسيس الاول. حرام عليك يا، بس تالتة اعدادي لسه صغيرين. لا ما هو عشان كده عايز اسسهم. اه. يعني ايه ادخل ليه انا في اسم الفعل مش عارف المشتقات بتاع، ما تديهم الجمله اسميه مبتدا وخبر والجمله الفعليه، فولي الامر ما سمحليش اكمل. ما استحملوش. ليه؟ بيبص في المنهج في الكتاب، الحاجات اللي بيقولها الاستاذ دي، ده مدرس جديد. آه. وبعدين هو لو صبر 3 حصص هم اللي خسروا، كان لقوا. هم كان اللي خسروا.
لا وتشاء الاقدار ان اخواتهم بقى اللي بعد كده هم اللي ياخدوا عندي بعد كده، هم فاكرين هم. بس انا عمري ما انسى لحظه الفشل، ما بتتنساش. تبقى مسمعه شويه. هم دلوقتي هتلاقيهم دلوقتي فاتحين بيوت عندهم ما شاء الله. ده الكلام ده سنه، الكلام ده بالظبط سنه 94، ياه يعني انا 30 فاكر سنه. اتولدت بس. من 30 سنه. طب انت، انا فاكر ليه فشل، لحظه الفشل، النجاح الكبير قوي ما يتنساش، والفشل الكبير ما يتنساش. طب انا مثلا موقفي ايه من الموضوع ده؟ ما هل كنت اتعقدت؟ انا كنت هل لسه جات لي بقى خنجر في قلبي واتجرحت بقى وبتاع؟ خكر ايه. لا، انا قلت لنفسي، انا لو مكان ولي الامر كنت هعمل كده، هبص في الكتاب، الله المعلومات اللي بيقولها الاستاذ مش هي دي، طيب يبقى ده مش شغل بقى، ما ينفعنيش. يبقى انت ايه بقى اتعلمت ايه بقى يا سيد من الموضوع ده؟ ادي المنهج ومن خلاله اسس. في النص طعم خدت كده. بقى، الله ينور عليك، خدت بقى دول علموني دول. اه ادي منهجك، وفي حاجه اسمها واجبات، ودرب نفسك من خلالها كل حصه تركتين. مم. فدي بقى ايه، عملت لي سيستم حلو في الشغل، فتعلمت من اولياء الامور. التجربه هي بقى ايه الفيدباك اللي بيرجع لك ايوه بالظبط بتصحح عليه عليك. بقى المسار. هي دي التجربه دي، هي مم. ما اقولش بقى انا فشلت خلاص، انا مش نافع، انا مش عارف ايه، لا، ده انت هتمشي هتقع كل شويه. عندنا بيت شعر كنت قلت له العيال، انت عشان تنجح تفشل. فالشاعر يقول لك ايه، تقريبا الشاعر احمد محرم او محمود غنيم، محمود غنيم، وقبل النجح، النجح يعني النجاح، وقبل النجح بالجيم. إخفاق وثاني، وأول مشية الطفل العثار. اسمح لي أسألك أنا بقى، اسألني اتفضل. وبقول إيه، وقبل النجح إخفاق وثاني، وأول مشية الطفل العثار. هو هنا عمل تشبيه، مم. احنا بنسموه في اللغة العربية تشبيه ضمني. أيوة. ليه؟ لأن مش تشبيه صريح، مش الولد كالأسد. تفهمه انت من ضمن الكلام. تسمع بقى يا استاذ محمد تقول لي اشرح لي التشبيه الضمني ده. وقبل النجح اخفاق وثاني، واول مشية الطفل العثار. ايوه يتعثر يعني ايه؟ اتكعبل. برافو عليك. طب قول لي بقى شبه ايه بايه؟ وقبل النجح اخفاق وثاني، واول مشية الطفل العثار. وعايزك تشرحها، ويبقى الطلاب الثانويه عامه بالذات يعرفوا ان انت بتخش امتحان فيزياء تعمل ريدو وتعيد تاني وتعيد تاني، وماله اول امتحان هتقفله اخر السنه. نسمع استاذ محمد شرح البيت هيقول ايه. والله انا طبعا مقدر ان حضرتك طبعا يعني انا بحب اللغه العربيه جدا. ما تهربش من السؤال. بس الصدمه انا عايز طبعا انا اوضحها. دبلوم انا في الدبلوم معلش. صنايع. في تشبيه هنا، في تشبيه يا محمد انت هتفهمه. وقبل النجح إخفاق وثاني، ايوه وأول مشية الطفل العثار. يبقى بيشبه الإنسان اللي بيفشل مرة واتنين بإيه؟ في الشطر التاني موجود. وأول بيشبه الانسان اللي بيمشي كانه طفل صغير بيحبو وبيتكعبل لحد ما يتعلم ان هو يمشي عادي. ده ما شاء الله. والله بجد صح. اه طبعا. طب دي بقى تتكتب ايه في طب الورقه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده بيسموه تشبيه ضمني. يعني انا من ضمن الكلام حسيت ان هو شبه الطالب اللي سقط في الامتحان ده وسقط تاني مره، ان هو ده هيطلع من الاوائل. هو في طفل هيطلع يجري من غير ما يقع؟ لا ده 50 مره، ومامته تبعده وتبعده شويه، يلا حبيبي وثلاث خطوات، وتبعده اكتر لغايه لما يجيها جري. بعد كده سد عليه بقى في الشقه، وشيل الفيش، الفيش، وكرسي في البلكونه، ومش عارف ايه. لكن في الاول كان ايه؟ اورتو هنا في من كتر الخبطات فيها علامات هنا ما شاء الله. بكل كتر ما اخذ علامه الجوده. يبقى انت هنا شرحت التشبيه، عشان كده بيسموه تشبيه ضمني. تشبيه ضمني. ضمني يعني ايه؟ انت فهمته من ضمن الكلام. شكرا يا مستر على الزنقه الحلوه دي. انت هتقعد تسالني، لازم اخدك انا شويه. بسالك يا مستر والله احنا انت بنتناقش. هاريني اسئله، لازم اخدك انا بسؤال. طيب بما اننا ما شاء الله حضرتك ما شاء الله ليك باع طويل في التدريس ما شاء الله ومكملين في المسيره، ايه اصعب حاجه قابلتك في شغلك كمدرس؟ اصعب حاجه او ممكن اصعب موقف من بعدها انت ما اتغيرت 180 درجه مثلا، اتغيرت؟ او لا خدت قرار انا مش هعمل كذا تاني في حياتي، غير موقف المجموعه اللي زحلقتك. لا انا معاند، انا بحب العند. يعني ما فيش حاجه اسمها انا اغير عشان مجموعه، انا مش هعمل كده تاني عشان لا. ما انا بحب العند، بحب استفيد. ما بقولش انا غلط، انا ايه، انا عايز استفيد. ف لا اصعب، لا هو حد استفزني، بس انا عملت حركه في منتهى الذكاء. انا احكيها لك بقى. اول احكي مره، لي احب انا الحاجات دي قوي. اول حصه في عبد الناصر، كنت انا عندي
28 سنة صغير، وفي ناس بتعيد السنة المرة الخامسة والستة قريبين مني في السن. مم. فروحت، الكلام ده كانت سنة 99 وانا يعني لسه صغير. ف فروحت دخلت فصل، قاموا راميني في فصل ما يعلم بقى الا ربنا، فصل ادبي نظام بقى الاباصيري. عارف الناس، عارف شاهد ما شافش حاجه، اه دي بوظت التعليم. اه ففصل ولا مدرسة مش عمري ما انساه. تالتة 21 كله هربان منه، فصدرني ليه المدرس الاول بتاعي عبد الناصر. دخلت الفصل، اول ما دخلت الفصل حسيت ان انا في غيب، في حاجه غريبه، وسمعت شويه تعليقات وحشه قوي. شوف بطاقته ده عيل ده ولا معانا ولا ايه؟ اه شوف بطاقته. شوف بس. انا حد يشوف بطاقته قبل ما يقول كلمه، وكل واحد عنده كلمه. وانا قال عملت نفسي ايه، اصل انا عايز انجح في عبد الناصر. انا لو عملت صياح وقتولي المدير، طب المدير هيجي يقول لك يبقى انت مش قادر على الايه، على لا الطلبه دي، شوفوا له فصل اولى، وانا عايزها تحدي. مم. فبيني وبينك مسكت اعصابي ازاي يا محمد ما اعرفش. شوف بطاقته ده، مش عارف، شويه سخريه رهيبه. سبتهم، انا تربيه مش اداب، يعني بقى انا تربيه واخد علم نفس التعليم، انا عارف النظام ده. سبتهم من جنب الحصه ساعه الا ربع، جابوا اخرهم في ربع ساعه، فيصل. فيصوا. قلت لهم نشتغلوا بقى. بيعرف يقول يعني، هيعرف يقول؟ قلت لهم اه بيعرف يقول، وهقول بدل استاذ محمد، وهنشرحه نص ان شاء الله، نص اسمه المسائل. معانا المذكرات، معانا قصدي الكتب. قال لك لا احنا معانا مذكرات، خدها يا استاذ، ايه رايك في المذكرات؟ استاذ علي ابو السيد استاذي، استاذ محمد ابو النجا استاذي، وطالعين مذكرات بيتفلحسوا بيها قدامي، وهم كلهم اساتذتي فعلا. قمت انا ايه، قمت انا كتبت الاسم النص على السبوره المساء، وسبتهم قاعدين كل واحد يتفرج عليا، وقمت ايه مدندن النص بطريقتي انا، مم. نص المساء ايوه لخليل مطران، وانا عامل له لحن جبار. دندنته اول 4 ابيات، لقيت يا محمد الفصل ده ترمي الابره ترن، منبهرين. منبهرين. فقريت 4 ابيات تاني، وبدات اشرح حاجه اسمها اللوحه الفنيه وكده. قام الجرس الفسحه ضرب عليا، فانا خدت شنطتي ومشيت، لقيت الفصل كله طالع يجري ورايا. معلش يا استاذ احنا والله ما عارف يجيلك اللي مش عارف ايه. عارف تاني حصه يا محمد، لقيت ايام الطباشير، لقيت الطباشير الملون والسبوره ممسوحه العيال مساحه، وقاعدين مستنيين الحصه بفارغ الصبر. ألف ده بقى ايه، ألف. عملت معاهم واجب قوي انا في الحته دي. خلصت معاهم المنهج وحصه الدين، قلت لهم بقول لكم ايه، انا كتاب الدين بتاعكم انا ملخصه، ايه رايكم لو عملنا السنه دي كلها في علامات الساعه الصغرى والكبرى؟ وخدت معايا سنه كامله بشرح في علامات الساعه. بقت الحصص دي بقى مش تالتة 21 وخمسة من 22 وخمسة، بص بتلم. الفصل، والمدير يجي يقول لي ايه ده الفصل كله قاعد مع المدرس سعد الرحيم، ايه ده الفصل كله ولا واحد يطلع. والمشرف يقول لك ايه، احسن حاجه لما انا بص مرتاح. ليه ما فيش حد بيطلع لي رازيني، يفرح قوي ان انا عندي الفصل ده. فانا عمري ما انسى الموضوع ده. الفصل ده كان ضربه جامده ليا في عبد الناصر. انا عايز اعرف احساس مستر سعد الرحيم لما حد يجي يقول له يا مستر انا كنت بكره العربي وحبيته بسببك. لسه متقلل اول امبارح. بجد والله. اه والله. و بنت معايا في ثالثه السنه دي، هي في مدرسه تقريبا في الاي جي سي او حاجه زي كده. فبتقول لي يا مستر انا مش مصدقه نفسي، وقالت لي انا عايز اصارحك بحاجه. قلت لها ايه؟ قالت لي انا ما بذاكرش، واحلى ماده عندي العربي. انا وصلت لمستوى بسمع حضرتك في الحصه ما بذاكرش، بعمل واجب بس. قلت لها بجد؟ طب ما تقولش لحد كده ليه؟ قلت لها بس بذل، لازم في مجهود يتبذل. يعني انا كنت بكلمهم النهارده، هو الواجب بيتعمل في قد ايه يا جماعه؟ يقول لك في 10 دقائق. لا، الواجب 40 سؤال، لو كل سؤال بترجع للمذكره 3 دقائق، الواجب عايزه ساعتين. يعني انا عندي الواجب هو المذاكره. فلما حد يقول لي كلمه زي دي بتفرحني طبعا. لو اي واحد تعبان، التعب بيروح بسبب كلمه زي دي. بجد والله. جدا بفرح جدا. يقول لك انا حبيت العربي عشانك. ده في ناس بقت تكتب شعر وتكتب قصه، وفي ناس دخلوا لغه عربيه كتير ومتفوقين عشان حبوني. يعني عندي تلامذه ياما مثلا في المجال، تلامذتي ما شاء الله ومتميزين جدا، وبحبهم يبقوا ناجحين في الشغل. الاب ما يغيرش من عياله. طبعا. يعني لو دخلت قاعه مثلا ولقيت سين من المدرسين عدده اكتر من عددي، اقول لا، ما هو تلميذي، ما هو ده نجاح ليا. مم. ما حاربش بقى، ما عنديش حته الحرب دي وحاربه واقفل عليه السنات، لا.
في مدرسين اعوذ بالله من الحته دي، لكن انا بحب الطلبه بتاعتي. ما هو لو فشل هتبقى انا هتبقى وحشه في حقي، ما انا صح استاذ. ما تستاهل. يعني ذكاء كده، خليك ذكي كده وحب الخير صح. للناس. بس السؤال ده اذا كان السؤال نفسه فرحني عشان افتكرت كذا موقف. طب ما تحكي لنا مثلا، انت بخلنا علينا ليه؟ م? بخلنا علينا ليه؟ لا يعني واحد يغير وجهته عشانك انت ويدخل له عربيه. واحد بيجيب دواوين، دكتور في الطب جايب دواوين لابراهيم ناجي وعمال يقرا ويبعت لي دي تتقرا ازاي، اهتمام باللغه العربيه. واحد بيحفظ بيرتل كويس. انا فاجئ يعني واحد قلدني في ايه بالظبط، قلت له الله، قال لي انا شغال انا بقى مساعد. طب ما حلوه دي، يعني بيرتل كويس وبيقلدني. طب ما برافو عليك. انا بحس ان انا اثرت في انسان. مم. حلو قوي لما التاثير في الناس ده حلو على فكره. بمناسبة اللغة العربية وتبسيط حاجة ما شاء الله من أول يوم ليك، بتحب بتدندن المنهج وتغنيه بحيث إن الطالب ما يحسش بصعوبته. إزاي إيه المعادلة اللي عملتها بحيث إن النحو يبقى سهل ويسير على الطلبة اللي عندك؟ لأن النحو ده معضلة معظم الطلبة. والله انا من هنا عايز اجيب سيره برضو مدرس برضو سمعته زمان، وهو الاستاذ الدكتور سعيد حسن. تعرفوا انت الدكتور سعيد حسن؟ اه دكتورنا طبعا أستاذنا. اه. بحب سعيد حسن انا. كان هو بيدندن زمان. مم. يعني كان هو عامل ايه زي الالفيه بتاعت بس بالعاميه. يعني كان يجي يقول لك ايه: تكرار اللفظ يكون توكيد زي النحو مفيد. فسعيد حسن واحد من دفعتي، واحد من دفعتي دخل، كان عنده تربيه عملي مع سعيد حسن، فكان مبهور بيه. انا من الشخصيات اللي بحبها جدا لان هو ماده علميه جامده وتقيل. ف فقال لي ده بيقول تكرار النحو يكون توكيد، تكرار اللفظ يكون توكيد زي النحو مفيد. انا في الوقت ده كنت بحفظ في الالفيه، فعجبني. انت ممكن بالعاميه توصل للولد برضو، بس يكون انت عندك اداء كويس. فهو حته بقى الدندنه دي بتيجي من السلطنه. لما تتسلطن، اصلا انا بحب احضر حصتي بذاكرها مم. كويس. يعني انا واعمل مونتاج ليها ب... ب... بعيش في المكتب إخراج، بتاع تعمل لي الاخراج. إخراج. يعني الحصه اول يوم عندي في الشغل مثلا يوم ايه؟ يوم الخميس. مم. تلاقيني يوم الخميس لا يمكن احط حصه الصبح، ولا اخرج، ولا اروح اي مشوار. من 8 الصبح ل 2 الظهر بحضر الحصه في 6 ساعات، مع اني حافظ المنهج. بتعملها انا حافظ بروفا. بعملها بروفا. ودي تتقال امتى ودي تتقال ازاي، بروفا كامله. بحيث ودي انهي تكه اللي تتقال وانهي دندنه تتقال هنا. وفي الحصه بقى يجي بقى في الوحي بقى بيقول عليه في الحصه تشتغل بقى العمليه. فالموضوع ده سهل قوي وجميل. بس ايه، بيجي بتحضيرات وبيجي والحاجات اللي بتيجي بقى في الحصه اللي هي اسمها تنجلي بقى تيجي لوحدها. لكن الالفيه انا وتلحين النصوص بيعتمد على علم اسمه علم العروض، مم. موسيقى الشعر. اه وانا درسه كويس بعيد عن الكليه، انا درسه كويس. عشان كده اي بيت الاقيه اروح جايبه سكه. طب لو احنا في الاجيال بتاعت المهرجانات والراب دلوقتي، صح. طب ما ده ما تسمع مهرجان ما تسمع حاجه في منهجك. حافظينها صم. طب اشمعنى؟ يعني انت شفتني السنه اللي فاتت وانا بدندن الادب. أيوه. دندنه الادب دي انا مش جايب ولا كلمه من عندي على فكره يا محمد، خالص. انا كتاب المدرسه، بس الكلمات بدلتها عشان اعمل ايه؟ نغمه. بدلت الكلمات عشان اعمل نغمه. تلاقي الولد طالع في الكليه وبيقول لك العقد والمزني وشكري عملوا كتاب سموه الديوان، مم. اتأثروا بالأدب العربي والأدب الإنجليزي كمان. ويقعد يقول لك الاستعمار طول عمره بينشر جهل وفقر وفوضى، والقوة الضاربة سلاحه يحطم بيها الشخصية. أنا حفظتها أنا أصلا. مثلا. طب ما دي حاجة كويسة يعني. ناخد مستر سيد كده ويعزمنا عنده في البيت شوية. شخصية مستر سيد في البيت، هل هو نفس شخصية مستر سيد كمدرس في المدرسة وفي الشغل، ولا هي عاملة ازاي؟ معلش ده سؤال شخصي جدا. في البيت في البيت اه يعني انت مثلا بتتعامل معاهم في البيت، بتقعد تغني لهم قوم اعمل لي كوباية شاي. انت مش عارف. هم نفسهم ساعات محمد بيطلع بحاجه كده، ساعات محمد بيطلع بحاجه، مثلا بيطلع بحاجه كده هل يعني. فعلا بتعرف تفصل ما بين مستر سيد المدرس ومستر سيد الأب بقى ومسؤولية وتفصل ما بين الضغط بتاع الشغل وضغط مسؤولية البيت والكلام ده؟ والله يا محمد وعامل حسابي في كل حاجه، بفصل وكل حاجه بحطها. اصل انا بحب الترتيب والنظام. ما شاء الله حلو قوي. يعني بحب الترتيب واعطاء كل انسان حقه ومستحقه.
يعني كل واحد، فانا بحب افصل عادي. ادينا نصيحة للشباب اللي دخل على جواز جديد، بيفتح بيت جديد في الجيل ده. ما هي بص الحياه دلوقتي كتر خير الشباب، الحياه صعبه قوي يعني. شوف انت اتجوزت، اللي بيوضب شقه دلوقتي زي اللي كان بيوضبها زمان؟ مستحيل. الخامات والاسعار والكلام ده. طب ليه نسبه الطلاق كبيره جدا جدا؟ يعني اعرف ناس بعد سنه اتطلقوا. طب والبيت ده اللي اتعمل بعد عذاب، ايه الاسباب الفنيه اللي تخلي بيت يتخرب؟ لو احنا اتكلمنا على بعض الاسباب هتلاقي اسباب واهيه واسباب تافهه واسباب عبيطه. اذا الجيل ده مش فاهم يعني ايه مسؤوليه ومش فاهم يعني ايه جواز. مم. مجرد اول شهر العسل اللي بيقولوا عليه اه يخلص، يتفاجئ ان في مسؤوليات، في ترتيبات المفروض هو يبقى قدها، ويقدر يشتغل ويقدر يعني لو بيشرب سجاير مثلا ممكن يوفر الفلوس دي ليه؟ لان في بيت مفتوح. لو هو يقعد على القهوه مع اصحابه ممكن يوفر الحته دي ليه؟ لان في تضحيه. انت مم. شفت حياه سعيده من غير تضحيه؟ لا طبعا. لازم اضحي بحاجات معينه عشان البيت يبقى هو رقم واحد. البيت والزوجة دي والابن اللي جاي ده، يبقى انت بتبذل كل مجهودك وتحسن من شغلك وتاخد كورسات معينة ما كنتش يعني انت واحد من الناس بتجود مفيش فكرة تحس ان هي هتعلي دخلك صح. الا بتحاول تعملها. ليه؟ لان انت بتبحث عن الحلال. مم. ما هو الحرام طريقه مفتوح. صح. يعني انت بتبقى انت في الزمن ده بتتحرى الحلال. فتحري الحلال ده عايز مجهود منك، فانت ما فيش حاجه قايم نايم ازاي اجود شغلي، ازاي احسنه. ليه؟ عشان انت بتحب بيتك وعيالك. فالحته دي مهمه قوي، كلنا بنسعى ليها. ما فيش فيها سن كبير وصغير، بس الصغير ده علشان ممكن برضو ايه يكون هو، تقدر تقول كده طبيعه الجيل الحالي. جيل الريلز والستوريز جيل سريع، ما عندوش تأني. جيل سريع في كل حاجه، في جواز سريع، في الطلاق سريع، مش عارف ايه. اهدى على نفسك كده وسيطر على اعصابك. انت شفت الفصل اللي انا سمعت فيه انا كان ممكن اطلع اختفي من الدنيا لو انا يأست. يأست وصرت على الفصل ده وضربت واتضربت. العيال كانت حتى عندها سؤال اللي هي تمد ايديها. اه يا نهار ابيض. اه مم. ما انا بقول لك الذكاء ان انت تبقى عارف اللي قدامك مش هو شاب تديله وضعه. يعني انا ما اقدرش اهين او اضرب طالب في القاعه قدام. انا ممكن اخده في المكتب امسح بيه الارض مم. لوحده ومش هستنى منه رد فعل، بالعكس هيبوس راسي. لكن قدام القاعه ممكن يشوح لي لان ما عنديش تربيه، ما عنديش تربوي. انت ممكن تنصح بس مش على الملأ، النصيحه على الملأ فضيحه. فالشباب التريث شويه، يعني حته ايه، انت العصر بتاعك كله سريع. هدي نفسك وحط خططك. انا شايف الخطه دي اساس. ايه الاهداف اللي عندك؟ ما هو واحد يقول لك انصحنا يا استاذ، ما فيش احلى من مذاكره الفجر. فواحد يقول له يا استاذ انا قايم الفجر اهو بس مش عارف اعمل ايه. انا قمت الفجر، قمت اهو، قول لي حاجه اعملها. طب انت قمت الفجر ليه؟ انت راجل علم رياضه، مش ما عندكش فصل فيزياء عارف اللي جايبينك عندك؟ طب ما انا هقوم الفجر امسك الفصل الاول فيزياء. لو عملت كده والله العظيم الفيزياء هتبقى تحت رجلك. انا هلم ده. انت ممكن تقعد لو النحو، انت بتقول النحو مدوخك. اه. انا ممكن الفجر الساعة 5 دلوقتي، دلوقتي 5 لما الساعة انا ممكن من 5:30 6:30 7:30 8 ساعتين ونص الم منهج النحو كله والعب بيه بعد كده. الموضوع سهل بس هم مش عارفين دي. صح. يقول لك انا بقوم الفجر بنام تاني. ما انت ما عندكش الهدف اللي انت عايز تعمله والخطة. يعني اهم حاجة قدرتك على ان انت تشتغل. لو انت اول يوم بيبقى صعب وتاني يوم بيبقى صعب، بعد كده انت مش هتظبط المنبه، انت هتقوم لوحدك. هتقوم لوحدك والله من غير منبه. هي اول مره، تاني مره، تالت مره، خلاص. كل يوم تحط خطه جديده تعملها. لكن ما فيش خطه يبقى ما فيش هدف، وما فيش خطه يبقى ما فيش حياه. صح. قال لك اولئك كالانعام بل هم اضل. اه. ليه؟ عايش في اي كلام، ما فيش تخطيط ولا اي حاجه. فين الهدف اللي انت عايزه؟ فين الهدف اللي كل ما تحققه يظهر لك هدف تاني اعلى، وبعد كده هدف تاني لغايه لما تموت. لان الشعر الجاهلي، تخيل الشعر الجاهلي يقول لك ايه: تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقى. الله.
امتى تموت الاهداف؟ لما صاحبها يموت. طب صاحبها عايش ليه هدف، عنده 80 سنة ليه هدف بيعمله. تخيل، تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجة ما بقى. ما المصدرية الظرفية؟ يعني طول ما هو عايش في هدف. طب ما فيش هدف، يبقى هو مش عايش. حتى لو بيتنفس مش عايش، يبقى مش عايش طبعا. يبقى رأي استاذ عمرو دياب انا عايش ومش عايش. حلو. عايزين ان شاء الله بيتين الشعر الجايين في الادب في الحصه يبقوا بلحن عمرو دياب. والله عمرو دياب انا كتبت له الاغنيه اللي مكسره الدنيا. نزلت ايه، قلت كلمات اغنيه بابا، فلقيت هو ذكي، كلمات اغنيه بابا قد كده، اه وايه قال يعيد واه التزييف. يا بابا عمرو دياب كله كده. فظيع فم كده، بس ذكاء، دخل موسيقى فعلا. غريبه، بس هي الكلمات قد كده، حطيتها جنب كلمات اقبل الليل او هذه ليلتي لام كلثوم قد كده. عمرو دياب قد كده كلمه، بس هو بقى ايه، انت عارف بقى، هو متصيد بقى. مستر حضرتك حطيت ايدك على نقطه مهمه في حته ان هي احنا كل حاجه عايزينها بسرعه بسرعه بسرعه، الجيل الجديد يعني. احنا دلوقتي في زمن التكنولوجيا والسوشيال ميديا والتعليم الاونلاين. شايف ان هو اثر بالسلب ولا بالايجاب في التدريس لما دخل فيه عنصر الاونلاين والسوشيال ميديا؟ هقول لك حاجه، اللي ما يعيش العصر الجديد بيموت. ليه؟ احنا دلوقتي العالم مختلف، ولسه هي التكنولوجيا هتقف؟ ما بتقفش عند حد خالص. والذكاء الاصطناعي الاي اي داخل، لما اللي مش بيطور شغله ويطور نفسه بيختفي على طول. طب وبعدين الاونلاين انا بشبهه ايه بقى، عارف انت الاكل والسلطه لازم يبقى موجود. السلطه ده لازم تبقى موجوده في الاكل، مش هي الاساس، بس مساعد كبير جدا في الحياة، او اللي انت الشغل بتاعك. مين مننا مش بيعتمد على صفحته؟ يعني انت مش صفحتك هي اعلانك، انت صح بتعتمد على صفحتك، صح. هي الاعلان بتاعك. يبقى الدنيا اتغيرت ولا لا؟ انت تقدر تعمل اعلاناتك وبتاع، صفحتك بتتكلم عنك. فالاونلاين تقدر تقول كده، يعني تقدر تقول حاجة مهمة جدا لازم الانسان يشتغل عليها، زائد ان في ظروف قهرية تخلي الاونلاين ده حاجة اساسية بقى. زي كورونا. مثلا مش هنقول كورونا دي مش بتيجي كل فترة، عيل عيان، عيل اتجبس لا قدر الله، مم. قاعد في البيت، مم. هيقعد يعمل ايه؟ زمان كان بيعمل ايه؟ ما كانش يبعت له بقى حد من اساسة البيت، او راح تعالى انت راح عليه. لو انت فاضي روح اه البيت، اه او يشيلوه مش عارف ايه. لا دلوقتي إيه، افتح الموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك وذاكر حصتك وانت قاعد في البيت، صح. عقبال ما الشهرين بتوع الجبس دول يخلصوا. واحد الدنيا شتاء النهارده والسكه مقفوله، الاونلاين موجود. لا بقى حاجه كده اساسيه. واحد مسافر فتره كده عمره، قال لك شهر هتابع هناك من الاونلاين واخد مذكرات، ماشي روح. في بيجدد اقامه يقعد شهر في السعوديه. خلاص العالم بقى مفتوح، وانت هناك بتتفرج على الاستاذ. لا الموضوع صعب، موضوع جميل قوي، انا شايفه الموضوع تحفه بصراحه. يعني على حسب استخدام الشخص ليه الادوات دي، على حسب ما هتفرق معاه. تفرق معاه، صح. تفرق معاه جامد. يعني يعني يكفي ان هو بيعمل اللي عليه، يعني بتفرق معاه و... وبتكون واجهه ليه، وبتقول للجميع ان هو ما ماتش، ان هو شغال، وان هو بيستخدم الحاجات الحديثه والكلام ده. لا، عشان كده الشباب اللي طالع كل واحد يبقى عنده قناه على اليوتيوب، ايه المشكله؟ صح. كل المدرسين الصغيرين لسه المساعدين بتوعنا كل سنه بطلع 3 4 مساعدين يشتغلوا ما شاء الله. كل سنه، وتبقى دي صدقه علم جاريه. المدرس اللي طالع ده شرب السيد عبد الرحيم، عرف بتعامل ازاي، ما بتنرفزش في الحصه. يعني انا مش من النوع اللي بزهق من الاسئله، في اسئله في منتهى الغباوه تخلي شعري يطلع من الغيظ. انا لما بسال الاسئله دي من جوايا هموت من الغيظ. الله، اسمعوا يا جماعه السؤال ده يا بنتي سؤال انا كنت مستني حد يساله. هي واحده، سؤال جميل، الله اكبر عليك، يلا بينا على الصابونه نشوف السؤال ده. هو سؤال معفن، سؤال وحش، سؤال غبي، لكن هي سالت، مش غيرها ما بيسالش. مم. يبقى انا عملت ايه؟ انا كده بشجع الطالب على مم. السؤال. لان انا في الحصه جزء كبير من الحصه بحل 6 ورقات كبار والاسئله مفتوحه. انا من النوع اللي ما بخافش من الاسئله، بفضل الله جامد ما بخافش من ما الاسئله. شاء الله. اسال براحتك في الحصه. فلما لكن لو انا هو ده سؤال يا غبيه، يا غبي يا بغم، هو ده سؤال ده؟ حد هيسال سؤال؟ لو انا قلت للطالب كده، حد هيحاول يسال؟
لا يا عمي لحسن هو يهزق. فعلا انا شفت كذا، وقع قدامي كذا فيديو مدرسين بيشتموا العيال بس بهزار، بس في شتيمة يعني، يا لا كذا يا اسأل كذا، براحتك. والعيال بتضحك ومبسوطة. اه لا اسأل براحتك ومفيش مشكلة فالنقطة دي برضو نقطة كويس انت اثرتها برضو. هو عيب الحلقة دي ان هي بتخلص، والله العظيم الواحد ما يشبعش منك يا مستر، والله العظيم. انا كنت مصدع ما صدعت، شفت الجدع ده. يعني القهوة ما ظبطتش لا ظبطت، بس انا ظبطت عشان محمد مش حبيبي عشان يا يوسف. مستر. يوسف على عيني وراسي. حبيبي يا انا جاي مصدع الحلقة دي، بس محمد مش عايز اقوم انا من على الكرسي. حبيبي. والله العظيم حبيبي. محمد سيد مور عمال ينفخ فوق. مش عارف عايز مننا ايه. مش عارف، زنقني يقول لي عايز الحلقة تلت ساعة بس أخيرا. تلت ساعة إيه يا ابني؟ ده ما يجيش سؤال. ما علينا. طيب خلاص، عايزين حضرتك تبص للكاميرا بتاعت حضرتك ديت، وفي دقيقة دقيقتين براحتك يعني، وجه كلمة كده للطلبة بتوع السنة دي. احنا الحمد لله لسه يعتبر في شهر 11، لسه في أول السنة. وجه لهم كلمة، الناس اللي ما بدأتش، الناس اللي بدأوا خايفة. نفس الكلام برضو، كلمة للشباب الصغير، والزملاء بتوع حضرتك. يعني المجال مفتوح، المايك مع سعادتك، اتفضل. والله طلبة 25 26 الناس بتذم فيهم كتير، يعني المدرسين كلهم بيذموا فيهم ان هم عندهم، هنسميه كده، التكنولوجيا لها ايجابيات، طب فين سلبياتها؟ التعفن الدماغي. عارف تعفن الدماغ؟ لما اقعد انا بالخمس ست ساعات يا يوسف على السوشيال ميديا، موقع كلها بلا استثناء، الف لفه 3 4 5 ساعات، هروح سكرول الحصه فايق. يعني. قول له يا يوسف هتذاكر معلومه هتفتكرها؟ ده بيسموه التعفن الدماغي، وانتوا طبعا اساتذه في التكنولوجيا وعارفين الحته دي. تعفن دماغي يعني انا قاعد، الولد قاعد في الحصه عامل كده. انت يا ابني انا متهيألي لو قلت لك اسمك ايه مش هترد عليا، يبقى المعلومات دي 5 مواد دول هتذاكروا ازاي؟ تايه. فتايه خالص، وقاعد وبيذاكر كده. يعني قاعد في البيت، انا حاطط كاميرات في كل الطلبه قاعد بيذاكر كده. طب انت لما تفتح الكتاب كده، انا عايز انصح نصيحه لطلبه 25 26، وانا نصيحه اب ونصيحه كلها حب، لان ابني زيكم في ثانويه عامه، ابني الصغير ومدوخني، خلي بالك زي ما انتم مدوخيني. النصيحه اوعى تذاكر بالقرايه الصامته، اوعى. هتفكرني بواحد، انت واحد بيحفظ قران يا محمد يحفظ صامت؟ مم. هيحفظ صامت كده؟ لا طبعا لازم يردد ده لسه قال وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. بص يا حبيبي، انت بتذاكر شويه عربي او تاريخ او اي حاجه، اي حاجه تذاكرها لخصها بايدك، لخصها بايدك، واقرا الملخص بصوت عالي، ومعاك الموبايل سجل صوتك، سجل صوتك. ليه؟ ايوه لو قعدت تعمل كده كل درس هتلاقي عندك في الملفات بتاعك، الباب البص النحو كله، ملخص النحو كله بصوتك انت. في الفيزياء، في التاريخ، في الجغرافيا، انا كنت مسجل كتاب التاريخ كله على شريط كاسيت وسف، وزعلت قوي كان شريط بيسف زمان وبوظ. دلوقتي انت معاك ما شاء الله الموبايل، فضي الفيديوهات اي كلام اللي انت والريلز والحاجات دي العبط ده، وابدا حط ايه المنهج بصوتك انت. الله، انت تروح الكليه تدور على ملخص المعيد؟ ده انت احسن من معيد، انت تعمل ملخصك بايدك. فالمذاكره الصامته، هسرح هنسى، هتلخص وتقرا الملخص وتسجله على الموبايل. اخيرا هنستخدم التكنولوجيا كويس، فالموبايل ده ما تمسكوش اثناء المذاكره ابدا غير للحاجه دي. هتقرا، افرض انت جاي لك ارق مش عارف انام وفي نفس الوقت مش عارف اذاكر، هتعمل ايه؟ هتسمع صوتك في المذاكره دي وتروح مسجل شريط التاريخ والحمله الفرنسيه مش عارف لغايه لما انام. طب ما نمتش اديني بسمع المنهج بتاعي. فالنصيحه بتاعت الدفعه دي، انتوا دفعه كله بيذم فيكم، وانتوا المفروض عيال حلوه. المذاكره بالتلخيص وبصوت عالي، عمرك ما تسرح، عمرك ما تنسى. النقطة دي مهمة قوي، تلخيص وصوت عالي، دي أهم حاجة. عالي صوتك. شوف أنا قلت لك إيه، كنت بشرح لك النهاردة اسم الفعل، كنت النهاردة بشرح المصادر، أو بشرح أي حاجة، اسم المكان، عمال أنا بشرح إزاي؟ أنا بذاكر لهم يا محمد، يعني بشرح إزاي في الحصة، يعني بقول لهم اسم المكان على وزن مفعل، لو معتل الآخر أو مضموم مفتوح، على وزن مفعل لو معتل الأول أو مكسور. يلا بينا. وقلت لهم من هنا ورايح ذاكروا زي كده. أنت بقى ده الملخص بتاعي، فين ملخصك أنت؟ أنت بقى على وزن مفعل لو معتل الآخر أو مضموم مفتوح، زي شتى مشتى أهو، خرج مخرج. طب لو معتل الأول أو مكسور، زي وعد موعد أهو، نزل ينزل يبقى منزل. ذاكر كده مش هتنسى خالص. صح؟ ملخصك انت فين؟ ده ملخص الاستاذ. فين ملخصك انت؟ بايدك انت، ورق فاضي
ورق فاضي. مذكره قديمه ظهرها انا بكتب كل شغلي على ورق. لو ما لقيتش ورق فاضي مذكره اروح مقطعها كده والظهر فاضي شغال عليه. ده انا يعني الحته دي خلتني افكر في اول في اول جيل في ثانويه عامه درست له عيال خدوني في المراجعه اشرح لهم، لقيتهم بيشتروا بالكيلو ورق بالكيلو. بتعملوا ايه بالكيلو ورق؟ بيكتب عليه كلهم دكاتره يا محمد، والله العظيم 3 خالد وابراهيم كله بيكتب. الولد صبعه وارم من الكتابه، كتاب ما بيذاكرش شفوي كده خالص، صوت وصور، صوت وكتابه. ايه ده؟ فالنصيحه دي غاليه قوي. اما المدرسين الصغيرين فاقول له ممكن تتخيل طريقك يبقى صعب ليه؟ برضو الميديا ليها عيب، بقت مفتوحه وفي ناس في الاونلاين واكلين الجو بتاع، ما تقولش انا فين والمدرس الاونلاين ده فين، لا ابدا واعمل قناتك واستغل ادواتك. اعمل قناه واستغل ادوات وشوف الناس اللي شغاله في المجال ده تفتح لك سكه في المجال الاونلاين ده. يعني ما تكتفيش انت لوحدك، مش هتعمل حاجه. شوف ناس فنيين يشتغلوا معاك الشغل ده وتوكل على الله. ما فيش حاجه بتقف خالص، وما فيش مدرس نمبر 1 وغيره، لا كله هيشتغل وكله بياكل عيش. بس اهم حاجه ما تفكرش في الماديات قد ما تفكر في تجويد الشغل بتاعك. يعني ده اللي هيجيب ده. لو انت بتفكر في الماديات بس مش هتوصل لحاجه. لكن ارفع من شأنك، استغل الادوات الجديده بتاعتك، ده عصرك انت. اذا كان احنا اللي رايحين بنستغل اهو، ما عصرك انت بقى، عصر التكنولوجيا المعلومات بتاعك والاي اي والناس اللي بتفهم في الحاجات دي، استعين بيها. يمسك لك صفحتك، يعمل لك كذا، استعين بالناس دي. فالنقطه دي هتعليك طول ما انت تعلى بالناس اللي بتزق معاك دي في المجالات دي. فالنصيحه دي للشباب المدرسين الصغيرين، وما تقولش انا عمري ما هوصل، انا ازاي، وما تستعجلش. انت ممكن تيجي تشتغل مع سين من المدرسين تلاقي القاعه بتاعته مليانه، ايه ده انا هوصل لكده؟ مستحيل طبعا. عايز ابقى 5% يا عمي، يعني هو وصل امبارح؟ ما هو بدأ زيك كده ولغايه لما وصل للي هو فيه ده. فالنقطة دي ما تستعجلش. ليه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. دي نصيحة للطلبة ونصيحة للمدرسين الصغيرين. حابب تقول حاجه للزملاء اصدقاء حضرتك؟ أنا بحبهم. أنا ما عنديش مشاكل مع أي حد. طبعا. عارف، أنا كل السناتر اللي رحتها لو مشيت بسيب ذكرى فيها، بحيث لو يعني ما حدش بيزعل مني أبدا. ليه؟ بسيب الباب موارب مع الكل، بسيب الباب موارب مع الكل. يعني كنت سبت مثلا سنتر نيو كامبريدج 5 سنين، ومستر احمد عمود راح اشتغل هناك 5 سنين، سايب السماعات بتاعتي وسايب الامبليفاير بتاعي رجعت السنه دي هناك. انا تقالي لو طلعت السماعه قلت له دكتور احمد انا مزنوق في حصه عشان في شغل في الجمعيه، تفتح لي القاعه، يقول لك هات القاعه هات الطلبه حصه واحده وهتمشي تاني، مش مهم. ليه؟ لان في علاقه طيبه بعيد عن الشغل اصلا. فانا بسيب الباب موارب مع الكل. مفيش ولا مدرس انا زعلان منه، ما فيش ولا مدرس بفضل الله بكرهه او بيكرهني. علاقتي بزمايلي كلهم مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد. علاقتي بزمايلي كلهم علاقه فوق الممتازه. ماهر الصياد، احمد بدري، تامر عاشور، عبد المعطي، مش عايز انسى حد يعني كده. كلهم الناس حبايب كلها اسنان. علاء نبيل طبعا، كل زمايلي وحبيبي قوي طبعا. يعني مش عايز انسى حد، بس هم كلهم تقدر تقول كده علاقتي بيهم طيبه ان جدا. شاء الله ان شاء الله. وليد وكل الناس دي، وسعيد حسن اللي احنا قلنا عليه، ابن استاذ تكرار النحو يكون توكيد، تكرار اللفظ يكون توكيد زي النحو مفيد. فزمايلي كلهم بصراحه انا علاقتي بيهم طيبه، بيحبوني وبحبهم. ما شاء الله، ربنا يديمها عليك يا مستر ان شاء الله ويديم معروف دايما بينك وبينهم باذن الله. طبعا انا متضايق جدا ان الحلقه تخلص. انا يعني انا ودي اخليها 3 4 ساعات عادي يعني، بس انا للاسف محكوم يعني. السنه الجايه بقى السنه الجايه ان شاء الله، موعدنا السنه كل الجايه. موسم ان شاء الله احلى حلقه نبدا بيها الموسم هي حلقه مستر السيد. طبعا حلقه لا تضاهيها حلقه ما انت لغه عربيه اهو. لا تضاهيها وتباريها، ما انت لغه عربيه اهو. انا بشكر حضرتك جدا جدا يا مستر، نورتنا وشرفتنا ببودكاست متغير. عايز اقول لك ان مستر في وجوده في الحلقه دي هو فك النحس اللي عليا بقاله سنتين. انا مش بقالي سنتين مش عارف ابدا البودكاست تاني. لا كده هتبدا ان شاء الله، العجله تدور باذن الله. وزمايلي هيجوا يقعدوا معاك هنا، هتبقى جميله قوي. قول لي اسم الزميل اللي انت عايزه وانا اكلمه لك يعني على طول. عايزين مستر سعيد حسن. سعيد حسن، حاضر. كلمونا بالله عليك، انا بقالي كتير قوي عايز اعمل حلقه اصلا. طب خلاص، فدي فرصه كويسه هاتهن. لما انا اتكلمت عنه عشان هو حبيبي برضه، اتكلمت عنه فهجيبه لك. انا عارف مستر سعيد سعيد، حسن عارف. خلاص.
الحلقه مع مستر سعيد باذن الله. استاذ سعيد مستنينا كده ان شاء الله. حبيبي حبيبي. حبيبي يا مستر، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده باذن الله ان شاء الله. دي اول حلقه في الموسم الثاني بس مش الاخيره. حبيبي يا مستر، ماشي. حبايبي شكرا ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه، مع السلامه.